نحن لا نستنتج من خيالنا، بل نترك للتاريخ وظيفته لإظهار الحقيقة لدحض الادعاءات الموريتانية القائلة بأن جبل لمتونة يوجد في أراضيهم. ونؤكد بالأدلة التاريخية والجغرافية أن هذا الجبل يوجد في الصحراء المغربية، تحديدا بمنطقة الساقية الحمراء، موطن قبيلة لمتون بشهادات عدد من كبار المؤرخين المسلمين، خاصة ابن فاطمة، ابن سعيد المغربي الأندلسي، البكري والإدريسي. لقد أعطت رحلة ابن فاطمة البحرية كما رواها المؤرخ الأندلسي ابن سعيد المغربي وصفا دقيقا، خاصة عندما أكد أن جبل لمتون متصل من الشرق بجبل كازول الذي يمتد من المحيط الأطلسي حتى الأطلس الكبير، حيث تقع مدينة تغوست التي لا تزال تحتفظ باسمها في إقليم كلميم المغربي. وهذا يثبت بوضوح أن الجغرافيا الموصوفة تقع بالكامل داخل التراب المغربي، بما فيها الجون والجبل اللماع والأنهار الخمسة. فموقع الجبل محدد في منطقة الساقية الحمراء قرب طرفايا ووادي نون، ولا توجد أي معطيات جغرافية أو تاريخية في موريتانيا تطابق ما وصفه المؤرخون في المغرب.